الخبير الأثري أحمد سنوسي، ماذا عن هرم خوفو وحقيقة بنائه؟ وهل هو اللي بنى الهرم أو شرع في بناء الهرم؟ الحقيقة طبعا هو خوفو هو الذي بنى هذا الهرم، بس أنا عايز أقول في الدراسات المتخصصة جدا، أنا عايز أقول إن خوفو كمل هذا الهرم. وإذا عرفنا القصة لماذا ولماذا هذه الهضبة، فسنضحح كل المقولات المغلوطة حول إن الإسرائيليين أو اليهود هم بناة هذه الأهرامات. أبدا، بالعكس، ده مصري قديم. وأنا عندي والده اللي هو كان الملك سينفرو عنده الهرم الأحمر، وبرضه يعتبر معجزة بشرية. ثم أتى الابن خوفو وبنى هذا الهرم. لكن في دراسات متخصصة جدا عن طريق حمقيون وإيدر وجميع الناس اللي عاشوا في عصر الأسرة الرابعة، كان اساسا الوريث الحكم الامير رحوتب كاهن هليوبلس، وهو اخو الملك خوفو. فلما الأكبر. ده الاخ الاكبر، فرغب في بناء المقبره او بيت الخالد له في هضبه الاهرامات او في هضبه الجيزه، علشان من الهضبه دي يتصل بوالده ايه الملك سنفرو الذي يبعد عنه بحوالي 40 كيلومتر، لكن من الهضبه ممكن اشوف هذا الهرم. وبالفعل شرع في بناء. فبدل هو الامير الراسي، فاختار المكان الذي يبني فيه البيت الابدي. وهذه المعلومات الحقيقة دي معلومات أقدر أقول عليها إنها مش نادرة، دي معلومات متخصصة جدا جدا جدا، لا وليها إثبات كمان لماذا وكيف. فشرع في بناء، فاختار هذا المكان عن طريق حمقيون وإيدر أخوه يقال، وابن عمه اللي هو كبير رئيس العمال في بناء الهرم والمهندس في بناء الهرم. وبنى أول 10 مصاطب من الهرم. فانت حضرتك لو رحت الهرم وعديت واحد اتنين تلاته للمستوى العاشر من هذه الكتل الحجريه، فهذا كان في عهد حتب، اللي هو له تمثال في المتحف في مصر القديم مع زوجته الجميله نفرت، وبيسمى تمثال العروسين. وكان كبير كهنة مصر وكاهن هيليوبلس ثم وهلم جرى. بعد وفاته فتوفى هذا الأخ. الأمير صغيرا، فآل الحكم للملك خوفو الذي لم يشرع في بناء مقبرة أخرى، لكن هو فكمل بناء هذا الهرم على حين اكتماله. ثم دفن فيه أو لم يدفن فيه، دي قضية تانية أخرى. وهذا الإثبات يدل دليل قاطع على ان المصري القديم كان بشرا عاديا، وهو الذي بنى الاهرامات. إذا خوفو لم يختار مكان الهرم. لا، ده كان عن طريق طبعا الامير راح حطب. لكن ومين كبير وافته. العمال؟ ده كبير عمر، ده كان حمقيون. ابن عمه. ده يقال انه اخوه، ده أخوه. المهندس. المهندس. انما كبير العمال ده كبير كان العمال ايدر، أخوه. ده يبقى ابن عمه بقى. ابن عمه. اه اه. فحمقيون يقال انه اخوه، وايدر ده ابن عمه اللي هو كان رئيس العمال او كبير العمال. أستاذ أحمد، أشكرك. عفوا.